عزيزي صاحب الأكاديمية الأونلاين، التسعير لخدماتك مش مجرد رقم أنت بتحدده، لكنه استراتيجية متكاملة ما ينفعش تتم بصورة عشوائية. كصاحب أكاديمية تعليمية أونلاين لازم تسأل نفسك سؤال: إيه القيمة اللي بتقدمها للطلاب وأولياء الأمور؟ هل مثلا عندك محتوى تعليمي مختلف؟ هل عندك خدمات إضافية زي دعم فن قوي أو وسائل تعليمية مبتكرة؟ كل ده لازم ينعكس جوه السعر. التسعير المنخفض مش دايما بيكون في صالحك، لأنه ممكن جدا يقلل من قيمة الخدمة في نظر العميل. وكمان تسعير عالي من غير ما يكون فيه قيمة حقيقية ممكن يفقدك عملاء محتملين كتير جدا. المفتاح هنا انك تختار استراتيجية التسعير الانسب ليك، اللي تقدر عن طريقها انك تلاقي التوازن المناسب بين سعر بيعكس قيمة خدمتك وفي نفس الوقت يتناسب مع احتياجات السوق والجمهور اللي انت بتستهدفه. فكر في التسعير كجزء من علامتك التجارية، لانه بيعكس الانطباع الاول عنك. وممكن تتواصل معانا دلوقتي لو محتاج استشارة مجانية مع احد خبرائنا علشان يساعدك في التسعير لخدماتك التعليمية.